السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حبايبي بالله، السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. النهاردة هنعمل مع بعض فيش الأفران، تمام؟ علشان طبعا الواحد بيروح يجيبه من بره بيلاقي السعر مبالغ فيه، مع ان يعني هو تكلفته بسيطة جدا ومش يستاهل ان هو يبقى السعر بتاعه غالي. يعني ما يبقى النص ب17 جنيه يبقى في حاجة غلط. فانا حبيت اعمله معاكم، تمام؟ ونشوفه هو هيتكلف معانا ايه. انا هنا جبت كيلو الا ربع دقيق، تمام؟ دي عادي بتاع المعجنات. هنحط هنعمل الاول الحاجات السايله، وبعد كده هنشوف الحاجات اللي هي الحاجات اللي هتتحط، المواد الجافه اللي هتتحط على الدقيق، وهنعمل المواد اللي هي السايله الاول. هنا هنحتاج كوبايه لبن، دي كوبايه كبيره. الكوبايه ديت هي اللي هنعجن بيها، دي هنحط منها حبه عشان نعمل فيها التفاعل بتاع الخميرة. هنحتاج باكت خميرة كامل، اللي هو الكامل بتاع دريم، اللي هو 11 جرام دوت، ماشي؟ 11 جرام. خدت الباكت كله عشان نشوف تفاعل الخميرة. وهنحط طبعا عليها معلقة سكر كبيرة. الأول هقلب الخميرة كده، بسم الله. هنضيف حبة كمان من الحليب، نص كمية. الحليب يبقى دافي شوية. طبعا احنا هنا بنعمله عشان احنا في البيت بنعمله بالحليب، انما طبعا في الفرن او اي حاجة من بره بيعملوه بالمية العادية، بس الحليب لتعلية القيمة الغذائية بتاعته شوية وانتي بتعملي الحاجة وانتي في بيتك. هنحط دلوقتي معلقة سكر كبيرة، هحط معلقة ونص عشان كمية تاني، معلقة ونص سكر كبيرة. وهسيب الخميرة مع اللبن يتفاعلوا. هنا كده حطينا. هحط كمان نص كوباية سمنة، نص كوباية زيت، بس انا هنا حاطة نص حتتين زبدة، يعني حاطة زيت وعليه حبة زبدة. انتي ممكن تستغني عن الزبدة عادي. انا حاطة زبدة وزيت، يعني حتة صغيرة زبدة، حتة صغيرة، وحاطة كمالة زيت. ليه؟ علشان خاطر برضو انتي الحاجة اللي بتعمليها في بيتك بتخدميها. وهسيب بقى كل الحاجات السايلة تتفاعل مع بعض، وبعد كده نخلط الحاجات اللي هي التانية. وهنا هنحط رشة ملح على الدقيق، ايوه اهيت رشة ملح على الدقيق. ودوت محلب اللي عنده تمام، اللي يقدر يجيبه، موجود مش موجود مش هيعمل، يعني مش هيبوظ الوصفة. دي معلقة كبيرة محلب هنحطها على الدقيق، وديت معلقة كبيرة كركم برضو على الدقيق. اللي عنده بودرة زعفران هتدي طعم، انا ما عنديش الصراحة، انا مش موجود عندي فما حطيتش. فاللي هو الكركم برضو بيقوم بالمهمة. هي اهم حاجة عشان يصفروا ويبقى لونه اصفر زي اللي احنا بنجيبه من بره كده. المواد الجافة فاضل بس هنحط معلقة خل كبيرة في العجين عشان يديها هشاشة وتبقى يعني تساعد على التفاعل مع الخميرة. هنا بسم الله الرحمن الرحيم، هنا التفاعل اهوت بين على الخميرة، يعني كده الحمد لله الخميرة شغالة وتمام. هنضيفها على الدقيق. هنعمل كده فجوة في النص ونضيف. الاول هنضيف معلقة الخل، اهيت معلقة كبيرة. حبة كده حطينا
عشان الكمية عندي اكبر. لو الكمية اقل يعني لو عملتي نص كيلو يبقى بتضيفي عليها معلقة خل بس. لو انتي هتضيفي دقيق اكتر يعني هتعملي اكتر من نص كيلو تضاعفي الكمية اللي انتي بتحطيها. انا هنا عاملة كيلو الا ربع فحطيت معلقة ونص خل. تمام. نفس الكلام في الحليب، نفس الكلام في الخميرة، حسب الكمية اللي انتي بتعمليها حسب ما انتي بتحطي المقادير. تمام. هنا هنخلط بقى، هنشوف المواد السائلة وهنضيف من بقية كوباية اللبن. احنا معانا كوباية لبن دافية، هنضيف منها كل ما العجين، علشان ده حسب الدقيق، على حسب الدقيق ما هياخد معانا. كده انا بضيف اهوت، واشوف العجينة هي هتحتاج تاني ولا لا. كده حبايبي في الله، كده العجينة بعد ما خلاص لميتها تمام. بصوا احنا عايزينها يبقى الطراوة بتاعتها بالمنظر ده، تبقى طرية كده زي ما انتوا شايفين، مش بتلزق بس طرية كده. هنسيبها تخمر، هندهن وشها زيت ونسيبها تخمر، وبعد كده هنشوفوا مع بعض هنعمل ايه. هنا قسمتها 3 وحدات ودهنت وشها زيت تمام، وهبدأ اخليها تخمر. هي لسه ما اختمرتش، اول ما هتخمر هتبقى اعلى من كده، وهنبدأ بعد ما هي تخمر هنبدأ نفرد فيها ونحطها في الصينية بإذن الله.